انا نادي القرن وبعدنا هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الأهلي العظيم في أي مكان في الدنيا. معكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة تحمل رقم 91، حلقة يوم الخميس، آخر حلقات الأسبوع. في الحقيقة كنت متفق معكم إن أنا هعمل حلقة امبارح يوم الأربع، لكن بعد مباراة سيراميكا واللي حصل فيها بصراحة نفسيا لا قدرت أطلع ولا قدرت أتكلم مع حد، لأن عارف الحالة النفسية لكل الأهلاوية كانت عاملة إزاي. فاضطريت ان انا حتى عشان اطلع اتكلم اهدى شويه، لان اللي احنا شفناه في المباراه ديت ده مش كوره، ده مش تنافس شريف، ده كل المعاني اللي في عقول كل الاهلاويه بايدكم فيها 100%. اللي احنا شفناه دوت ما كانش عدل ابدا، ما كانش منافسات نزيهه. احنا ده مش معناه ان احنا بنقول ان فريقنا كويس جدا والحاله البدنيه والفنيه لكل اللاعبين في اعلى درجاتها، واحنا بيحصل معانا كذا من المنظومه، ولكن مفيش مبدا في الدنيا كلها في اي مكان في العالم اللي بيتابع كوره في العالم كله، مفيش مبدا بيقول ان الفريق لو حالته سيئه يتم ذبحه، ان انا ما ادلوش حقه لان هو حالته مش تمام. لا، انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه. لكن ما علينا، ده هنقوله في الفقرات بالتتابع. اتمنى ان هي تكون حلقه يعني نستقبلها كلنا رغم حالتنا النفسيه اللي مش تمام، وانا اولكم بالتاكيد، ولكن هنحاول نقول ايه اللي حصل في المباراه ديت، والمباراه ديت وضحت ايه او بينت ايه او اكدت ايه لو كان في شك من الاساس. تعالوا نتعرف طب الاول على فقرات الحلقه. 1. جريمه وفاه تفضح منظومه فساد كامله. 2. محادثات الفار في جريمة محمود وفا. 3. من هو محمود وفا. 4. تقييم وفا الكذا، اللي كل واحد فيكم يحط المعنى اللي عايز يقوله عليه، من كل الحكام. تقييم وفا دوت من كل الحكام، أجانب ومصريين. بجاحة لجنة التحكيم المصرية. 6. طلبات الأهلي لمن وماذا بعد. 4. الدور العظيم لجمهور الأهلي الآن. ودلوقتي مع الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة، وهي جريمة وفا تفضح منظومة فساد كاملة. لأن اللي حصل في مباراة سيراميكا ده لا يقال عليه إن ده مجرد خطأ تحكيمي. لو نرجع بالزمن كده 4-5 سنين، في ضربة الجزاء الغير محتسبة في مباراة الزمالك والمقصة، لما طار أحمد سامي مدافع المقصة، مفيش أهلاوي قال إن دي مش ضربة جزاء، تمام؟ لكن المشكلة إن في الوقت ده ما كانش فيه فار. لا، الكلام ده يبقى من 7-8 سنين، لأن الفار مطبق في مصر من 2020 2021، فهي كانت تقريبا في 2018 أو 2019. ما علينا، يعني ما كانش فيه فار والدنيا قامت. لكن لما يطلع حكم ويشوف اللعبة بعينيه، واللي يرجع لمباراة هو على خط طولي مع الواقعة ومفيش حد قدامه، هو ما حسبش بضمير، هو حسب بقلب، خد القرار بقلبه الكاره، زي كل منتمي لميت. وده هنأكده في الفقرات الجاية، وهنأكده بكلامه هو شخصيا عن نفسه، هو واخوه، تمام؟ المهم، هل محمود وفا كان يقدر يعمل كده في الوقت الحساس ده من الموسم ومن الماتش؟ انا ما شفتش ضربة جزاء ممكن تكون افجر من اللعبة بتاعت مباراة الاهلي وسيراميكا، وفي الوقت ده من الماتش، وفي الوقت ده من المسابقة اللي في نفس الجولة. احنا شفنا السيد محمد معروف ابو نطة يعني عمل ايه في ماتش الزمالك والمصري، اثبتناه في الحلقة اللي فاتت، لما يتغاضى عن ضربة جزاء صحيح للمصري وهو متقدم 1-0، لما يحسب الهدف الثالث لناصر منسي وهو ساند الكرة بإيده. ده بيحصل مع الزمالك، ننوس الدولة. عارفين بقى زي ما اتفقنا قبل كده، بهاء اللي ما بيعرفش يعمل حاجة لوحده، بهاء ما بيعرفش ياخد بطولة، هنديله بطولة. واخدين منهم الأرض فبيعيطوا، فاحنا لازم نراضيهم ببطولة. ويطلع كل واقع يقول كلام يليق بيه. كدابين ومضللين وبنلعب بقرص طعمية وكلام في منتهى السطحية يليق بعقولهم، في الوقت اللي هم بياخدوا أكبر مكافآت بتتاخد في كل فرق الدوري للعيبة الزمالك.
خلاص كلهم بطلوا يمرضوا، عبد الله السعيد بطل يجي له برد، ادم كايد والدباغ خلاص ما بقوش يسافروا وما بيرجعوش، ومحمود بنتاك رجع. بس الناس ما بتفكرش، او الناس مش عايزه تفكر، هم عايزين يفضلوا بالمنتاليتي دي. هنا ابيض، اي حاجه يسمعوها تبقى هي انجيل وقران ومحدش يقدر يراجعهم فيه. هذا شأنهم. خلينا في موضوع. يجي السيد بقى محمود وفا، لما يكون منظومة الكورة في مصر بيترأسها واحد زي هنا بوريدة، منتظرين ايه؟ منتظرين ان هي تبقى منظومة نظيفة ومنظومة ماشية بحيادية وعدل؟ مش ممكن، مش ممكن. ده هنا بوريدة. وطبعا الابن المدلل اللي ملوش اي منصب رسمي في الاتحاد هو السيد احمد مجاهد، ولكن هو المتحكم والحاكم بامره في كل حاجه في الاتحاد، وتعيينات الحكام دي باسمه هو. الحكام دول كلهم ولاد كفر الشيخ، وهو عرفنا احمد مجاهد يعني الله ينعل ابو اليوم اللي عرفناه فيه، يعني كان رئيس نادي الحمول من كفر الشيخ. ده مش محمود وفا بس، ده حتى مراقب المباراه برضو كان من كفر الشيخ. محمود وفا اللي لسه جاي من ليبيا كان بيحكم مباراة المغرب وليبيا في بطولة تحت 17 سنة ناشئين، ولعب ماتش ملوش لازمة المغرب وليبيا وعمل فيه مصيبة. لكن تخافوش، انتوا مش من كفر الشيخ زيي، تخافوش، ما تخافوش. مرورا بقى باوسكار رويز الباشا اللي جاي بيقضي وقت جميل في مصر، وزي ما قال محمود البنا هم بيجي اتنين من الحكام ولا ثلاثه بيدلكوه، وبسم الله ما شاء الله، وشايفين الحكام عاملين ازاي. بل بالعكس، ده بعض الحكام بيقولوا ان يعني هم بيحكموا مش بصحيح القانون، لا ده بتعليمات اوسكار رويز اللي الباشا ابو ريده طلب يقول لك هنجدد له. طبعا لازم تجدد له، هو مش بيعمل اللي انت عايزه، هو مش الفساد ماشي مظبوط يبقى لازم تجدد له اوسكار رويز. لكن كلاتنبرج لما فضحكم كلكم وقال لكم ان انتم ماشيين غلط وطلع محادثات الفار واعلن عقوبات الحكام والحكام ابتدت تمشي عدل، لا ده لازم يمشي. ازاي واحد نضيف يبقى في وسطنا؟ النضيف اللي في وسطنا هيعرنا كلنا. لازم يمشي كلاتنبرج ونجيب واحد زي اوسكار رويز بيسمع الكلام وبيعمل اللي احنا عايزينه. جهاد جريشه يقول له اعمل كذا، جهاد جريشه يجي له التليفون من الباشا اعمل كذا، جهاد حاضر يا باشا. اوسكار رويز ده مالوش لازمه، ما تقلقش اللي احنا عايزينه هيتم. والسيد مراد وعزب حجاج، يعني ريحة الفساد من عندكم خلاص قفلت الأنوف كلها يا أخي، أو يا ما تشرفش إن أنتوا تبقوا إخواتنا يعني منكم لله. طبعا ما ننساش في وسط مجموعة الفساد دي الأستاذ طه عزت العبقري مسؤول لجنه المسابقات اللي هو متعاقد مع نادي دول الفجيره وشغال هناك المدير الرياضي وبيدير لجنه المسابقات بالكمبيوتر. من عبقريته ما نقدرش نستغنى عنه، لكن يعني نقطع لقمه عيشه في الامارات ونقول له لا خليك معانا هنا؟ لا 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 لا، مش الكلام ده. طب السيد احمد مجاهد ابن كفر الشيخ اللي هو مصر في كل وقت موجود فيه ان هو يعادي الاهلي، لا يخفى على احد اخفاء خطاب تنظيم نهائي كاس بطوله دوري رابطه الابطال 2022، يخبي الجواب هو وليد العطار لغايه ما الاتحاد الافريقي يختار الخطاب الوحيد الموجه لتنظيم المباراه من نادي الوداد يبقى الوداد. اسمع كلام سيدك وعمك فوزي الاقجع. حاضر. افتح القيد للزمالك في شهر 3، مش خدنا احمد حسن يبقى مدير للمنتخب، يبقى لازم يتأيد احمد سمير فرج في شهر 3، حاجه ما حصلتش في الدنيا كلها في العالم كله. يتفتح لنادي الزمالك القيد في شهر 3، يطلع رئيس نادي الزمالك يقول اتفقت مع احمد مجاهد على ضغط مباريات الاهلي وينفذ احمد مجاهد. يطلع رئيس الزمالك يقول اتفقت مع احمد مجاهد على اخفاء خطاب وقف القيد لنادي الزمالك ويسمع احمد مجاهد. وتبقى النتيجه ايه؟ في مباراه النهائي يطلع الاسطوره الوهميه بتاعتهم وعايز يضربك، ويا ريت يا شيخ كان قدر يضربك، يا ريته كان قلع الجزمه اللي في رجليه وقدر يضربك بيها عشان يبقى ما علينا. لكن انتوا كلكم بتعملوا كل ده وناسين حاجه اسمها ربنا. عفوا ربنا يسامحني، ناسين ربنا. فاكرين ان الكبير بتاعكم اللي قايم بدور فرعون انا ربكم الاعلى وكله ماشي وراه، ناسين ان انتوا هتقفوا قدام ربنا. كل واحد فيكم هيدفع ثمن كل اللي بيقوله ده. ساعتها لا هينفعوا سين ولا هينفعوا صاد ولا هينفعوا عين.
لازم هتتحاسبوا ولازم هنشوف بعيننا عدل ربنا فيكم ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الثانية في حلقتنا النهاردة، وهي محادثات الفار في جريمة محمود عاشور، لأن في جريمة محمود وفا، لأن أكيد ما فيش حد يقدر يوصف اللي حصل في مباراة الأهلي وسيراميكا غير جريمة. ده ما أقدرش أقول خطأ. احنا كلنا شفنا في الفترة اللي فاتت كلها كابتن تامر عبد الحميد وهو بيخرج مستندات من قلب مجلس إدارة نادي الزمالك، فاحنا عارفين الراجل ده يعني وليه مننا كل الاحترام. طلع محادثات الفار على القناة الشخصية بتاعته على اليوتيوب، وقال محادثات الفار اللي تمت بين محمود عاشور ومحمود وفا. ودي نص الكلام اهو. كابتن تامر عبد الحميد قال ايه؟ قال محمود عاشور حكم الفار قال له تعالى يا وفا اللعبة فيها ركلة جزاء. محمود وفا قال له فين يا كابتن؟ حتى لو عينيا شافتها، انا قلبي بيقول لي ما تشوفش. عليه هو ما قالش كده يعني. فين يا كابتن؟ انا شفتها قدامي في الملعب، ايده قريبه من جسمه. ايده قريبه من جسمه يا ابن، يعني الكره لما تعدي من ما بين ايدك وجسمك تبقى كده ايدك قريبه من جسمك؟ ازاي؟ لما الكره تخبط هنا ويتغير اتجاهها تبقى ايده قريبه من جسمه؟ يا راجل يا ابني ماشي، ايده قريبه من جسمه. محمود عاشور يا وفا شوفها كويس. احنا لما بنتكلم عن محمود عاشور احنا كان لينا خلاف كبير جدا مع محمود عاشور من 4 سنين. محدش ينسى مباراة الاهلي وفاركو واللعبة بتاعت بيرسي تاو، لكن اشهد قدام ربنا انه من ساعتها هو الراجل ملتزم يعني في مبارياته يعني. ويكاد يكون هو الحكم الاول الفار في افريقيا، ولا في خلاف على ده. المهم محمود عاشور قال له يا وفا شوفها كويس، الايد مكبره الجسم والمسافه بعيده، يعني لاعب الاهلي ياسين مرعي لعب الكره من بعيد. محمود وفا لا 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 ما فيهاش حاجه، هات زاويه تانية كده. فمحمود عاشور قال له يا كابتن زاويه تانية ايه؟ الايد مفروده وفي حاله اهمال. محمود وفا لا 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 مش هحسبها، وانا شفتها اوضح في الملعب. يعني لما يشوفها على السكرين مش اوضح، لكن لما يشوفها على الملعب في الملعب تبقى اوضح. هو انتوا بتستعمونا؟ يعني كفايه ان انت تبقى غلطان لكن ما تبقاش بجح، ما تبقاش وقح، ما تقولش للناس انتوا ما بتشوفوش انا اللي شايف، ما تقولش للناس انتوا ما عرفوش تفكروا انا اللي بفكر. يعني انت لما تشوفها في الملعب مش واضحه لكن اوضح، لكن لما تشوفها قدامك على السكرين وتعيد على الشاشه يعني ما تبقاش اوضح. شهاب راشد بقى الحكم الفار المساعد قال له يا كابتن انت بتعاند ليه؟ الزاويه واضحه والكره ضربه جزاء. محمود وفا انا شايفها احسن منكم في الملعب ومش ركله جزاء. اصل الامر ما كانش حكم بالضمير، الامر كان بالهوى وبالقلب. وهنقول ليه بالهوى والقلب ومين هو محمود وفا ده. تعالوا معانا في الفقره الجايه. دلوقتي مع الفقره الثالثه وهي من هو محمود وفا. محمود وفا طبعا زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان هو راجل من كفر الشيخ بلديات احمد مجاهد، زي محمود بسيوني الحكام اللي هو عمال احمد مجاهد يلمع فيهم ويزق فيهم يعني. محمود وفا من اول ما شفناه كحكم الراجل ما عرفش يخفي انتمائه لنادي الزمالك، زي 90% من اللي في الوسط الرياضي في الوقت الحالي. الفتره ال10 سنين ولا 15 سنه اللي فاتت تم زملكه كل حاجه في البلد. يعني انا بتكلم على يعني الشأن الكروي على وجه الخصوص يعني. طيب محمود وفا دوت من كفر الشيخ زي ما اتفقنا، ليه جار اسمه عمر محمد. بعد الماتش على طول الراجل ده قال ايه؟ وادي البوست بتاع الاستاذ عمر محمد بيقول ايه؟ اقسم بالله قسم يحاسبني عليه ربنا، الحكم ده من عندنا من البلد، هو واخوه زملكاويه متعصبين وبيكرهوا الاهلي لدرجه شنيعه. وتاني اقسم بالله دي حقيقه. ادي البوست على حسابه على الفيسبوك السيد عمر محمد جاره بلديات محمود وفا. طب السيد المحترم عمر محمد قال كده عن وفا واخوه. طب ما تيجوا نشوف كلامه صح ولا غلط؟ مش يمكن يكون بيدعي عليهم؟ وارد يعني حصلت يعني هم جيران اصحاب حصل بينهم خلافات، فالراجل ده طلع استغل الفرصه وقال ادعي عليهم واقول ان هم زملكاويه متعصبين وبيكرهوا الاهلي. طب ما نشوف هو واخوه محمود وفا ده قالوا ايه قبل كده. ادي اول بوست باسم اخوه السيد احمد وفا عاشور. البوست ده بتاريخ 28 مايو 2022.
البوست بيقول البوست فيه ان الزمالك بيعلن تعيين احمد مرعي مدربا لفريق السله، وهو بقى كاتب تعليق: بدايه الاخبار الحلوه النهارده. ادي مستند بيقول ان هو زملكاوي، ما فيهوش حاجه يعني، لا يخفى انتمائه يعني. البوست الثاني يوم 14 يناير 2026 السنه دي، ما فيش من 4 شهور، من 3 شهور. طبعا كالحمله مشي في ركاب الحمله اللي هي على حسام حسن، علشان ما بيعتمدش على لاعبي الزمالك، فكاتب ايه: كفايه على حسام حسن كده والله، محتاجين حد يعلمنا كوره ويستبعد محمد هاني. اظن كده زملكاوي صرف. طب الراجل دوت اخوه، احنا مالنا؟ مش يمكن الحكم ملوش دعوه باخوه؟ بس ده كده اثبات نص كلام السيد عمر محمد جرهم صح، ان محمود وفا اخوه زملكاوي. طب احنا اثبتنا ان اخوه زملكاوي، طب ما نشوف محمود وفا نفسه قال ايه عن نفسه. بتاريخ يوم الاحد 1 يناير 2024 الحكم الدولي، بص البوست اهو قدامكم، الحكم الدولي محمود وفا: انا من عائله زملكاويه بس الشغل ما يعرفش انتماء. كذاب كذاب كذاب. المواقف اثبتت كده يا استاذ. طب بلاش يعني، حتى لو سحبت الكلمه دي، هاتوا زملكاوي في اي مركز في اي منصب حيادي. ها، شوف لما كل زملكاوي بيحتل منصب ما، شوفوا بيعمل ايه لنادي الزمالك. شايفين طبعا السيد محمد الاتربي رئيس مجلس اداره البنك الاهلي بيحضر مباريات الزمالك في الملعب، ما بيحضرش مباريات البنك الاهلي، بيشتري حته ارض ويدفع للزمالك اكتر من ربع مليار من فلوس الناس، من فلوس الشعب، علشان يساعد نادي الزمالك، وفي الاخر الارض تتسحب. ورينا تاخد فلوس البنك ازاي. شايفين عمرو الجنايني طبعا العضو المنتدب للبنك CIB. شايفين السيد المحترم كامل الوزير، وزير النقل. احنا في واقع لما شفناش قبل كده قطر طالع لنادي الزمالك والسواق في كل مركز يعمل زمارة القطر ولا نفير القطر وشايل علم الزمالك، شفناش قبل كده. والشركه القابضه زي ما قال مرتضى منصور، الشركه القابضه للنقل بتشتري برضو قطعه ارض من مال الشركه القابضه للنقل، وتشتري حته ارض من نادي الزمالك. شفنا عمرو الجنايني لما كان رئيسا لاتحاد الكوره، مش هأيد للاهلي لعبته غير لما تدفع المديونيه، دفعنا المديونيه وايدنا كهرباء. طب الزمالك لا، هو قال ان هو الفلوس اللي عند الاتحاد الافريقي هنبقى ناخدها، وانا بريد يديها لهم يدا بيد، ما تعديش على اتحاد الكوره. ادي الزملكاويه فما فيش زملكاوي حيادي. شفنا اسامه نبيه لما كان بيلعب في الاتحاد قال لك قلبي ما طوعنيش في المحل، عفوا قلبي ما طوعنيش اجيب جون في الزمالك، بالعكس ده انا قلت لابراهيم حسن شيل اللي كان بيلعب عليا، شيل الكوره قبل ما اشوطها. فيش زملكاوي في مكانه بيبقى حيادي. طبعا ناهيكم عن ال8 سنين لحقبه الوزير اشرف صبحي اللي بيقعد مع لعيب في نادي الزمالك عشان يطمنه ويجدد، فرجاني ساسي ولا ايه. فاوعوا تصدقوا ان في حد زملكاوي هيكون في مكان ويقول انا حيادي، ما حصلتش ومش هتحصل. الموروث الخاطئ عندهم ان احنا مظلومين والاهلي يتجبر علينا، بيخلي كل واحد فيهم لما بيكون في مكان عايز يجيب للزمالك حقه من الظلم اللي عاشوه. هو ما كانش ظلم، هو حقيقه مستواكم. ما فيش ابدا في اي فتره من الفترات انتوا كنتوا مظلومين، وده بلسان رئيس المنظومه الاعلاميه السابق لنادي الزمالك السيد عمرو الدرديري لما قال عمر الزمالك ما كان مظلوم، هو بيدعي المظلوميه عشان ياخد مكتسبات اكتر. هي دي مفاهيم الزملكاويه والزمالك في اي مكان، وهتفضل كده. ودلوقتي مع فقره تقييم وفا الوقت، هقول تقييم وفا الكذا، وكل واحد يحط الصفه اللي يحب ان هي تلتصق بهذا الانسان يعني. من كل الحكام اجانب ومصريين. تمام. بعد المباراه على طول قناه الاهلي عملت حاجه جميله قوي، ان هي جابت حكام قدامى سواء في مصر او بره مصر، زي مثلا السيد توفيق السيد، ده كان وكيل لجنه الحكام السابق. تمام. ومشوه عشان يجيبوا جهاد جريشان. المهم توفيق السيد قال ضربه جزاء واضحه جدا 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 لا تقبل الجدل، بالعكس قال اغرب قرار تحكيمي شفته في حياتي. ده قاله توفيق السيد. ناصر عباس ما خرجش عن السياق دوت وقال نفس الكلام، ضربه جزاء لا تقبل الجدل او الشك. طب دول حكام مصريين ممكن يكون ليهم انتماء. طب ما تيجوا قناه الاهلي عملت حاجه جميله قوي، نفسي ان احنا نفضل على النهج ده، ان هم راسلوا حكام اجانب باللعبه. قولوا لنا رايكم،
يمكن احنا فاهمين غلط، قولوا لنا الصح. كحكام اجانب حياديين بشكل كامل، ما لكمش اي مصلحه مع اي حد. تمام. راسلوا الحكم اورسماير. اورسماير ده حكم سويسري، كان يعني في ترتيب الحكام على مستوى العالم، يعني وقت لعبه كان قد ايه حكم متميز ومتفوق جدا. الراجل ده قال ايه؟ ادي البوست بتاع السيد اورسماير. قال this defender was not ready for this ball. يعني المدافع ما كان غير مستعد لهذه الكرة. The defender was not ready for this ball. اوكي؟ تمام. That was really stupid action. وفي الحقيقة كان موقفه غبي. And that's way handball. وهي تبدو كرة يد. Penalty and penalty and yellow card. ضربة جزاء وكارت أصفر. ده أورسماير. Penalty and yellow card. طب الحكم أورسماير السويسري ده وحش. نجيب الحكم الإنجليزي مارك هيسلي. قال إيه؟ قال that defender moves his arm towards the ball. قال المدافع حرك إيده في اتجاه الكورة. The defender moves his arm towards the ball. في اتجاه الكورة. penalty should have been awarded. كان ينبغي منح ركلة جزاء. في كلام تاني احنا نقدر نقوله، احنا اهلاويه وبنحب فريقنا قوي فادعينا على الحكم يا سيدي. هنمشي معاكم بالكلام بالطرح ده. الحكام الاجانب اللي ما يعرفوش الشغل القذر اللي بيحصل منكم كلجنه حكام ومجموعه حكام مصريين كارهين للاهلي جدا ومحبين لننوس الدوله. الحكام الاجانب دول غلطانين عشان يثبتوا صحه وجهه نظركم انتوا؟ مش ممكن. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة في حلقتنا النهاردة، وهي بجاحة لجنة الحكام. في الحقيقة اللي يعرفني كويس واصحابي اللي بيتفرجوا عليا اللي هم في علاقة شخصية بيني وبينهم، ليا مبدأ دايما في طول عمري اقول ايه؟ كفاية اكون غلطان، ما ينفعش اكون غلطان وبجح. يعني انا دايما اقول انا لما اكون غلطان هسكت، مش هقدر افتح بقي. لاني خلاص انا غلطت. انا بني ادم زي اي انسان في الدنيا بيخطئ. بس بلاش لما تغلط تفضل تبرر الغلط بكلام يبدو ان هو بجاحه، يعني ما تبقى غلطان وبجح. ده اللي عملته بالظبط لجنه الحكام. امبارح اجتمعوا، خرج كده مصدر مش عايز اقول مين عشان بمنتهى الامانه، يعني انا عرفت الاسم لكن مش هقدر اقوله عشان اذا افترضنا جدلا وحد شافنا ما نتعرضش للمساءله. يعني قال ايه؟ قال ان في قرار وتحليل لجنه الحكام. هو الخبر ده كان منشور على ليلة الكوره، فاتصلت بحد كده اعرفه يعني من بعيد شويه، فقال لي فلان، بس قلت ايه بلاش. قال باجماع اعضائها ان قرار وتحليل لجنه الحكام باجماع اعضائها التسعه في حاله مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا هو ان محمود عاشور حكم الفيديو عرض الحاله من الكاميرا الخلفيه. بقى دلوقتي محمود عاشور هو اللي غلطان. الحكم الاول للفار في افريقيا هو اللي غلطان. ما هي بجاحه. من الكاميرا الخلفيه والتي تجعل اي مشجع عادي يراها ضربه جزاء. انتوا هتستعمونا يا اولاد انتوا هتستعمونا. ماشي. واضاف، ده المصدر، واضاف محمود وفا حكم الساحه طلب زاويه التسلل اللي بتكون فيها كاميرا مثبته خلف الحكم المساعد اعلى المدرج، وطلب من عاشور عمل زوم على اللعبة. وأوضح الحكم حينما رأى هذه الزاوية وجد أن المسافة ما بين جسم اللاعب ويده تستدعي استكمال اللعب. بقى كل دي من أول ما عرضها ياسين مرعي لغاية ما جت في إيد يا ولاد دي مسافة صغيرة ماشي، ولا توجد ضربة جزاء. ان المسافة دي تستدعي استكمال اللعب ولا توجد ضربة جزاء. وواصل اللجنة عرضت حالات كثيرة مشابهة اعتمد فيها الفيفا هذه الفكرة بلاي اون، أي استكمال اللعب. وأبرز حالة كانت في مباراة كرة نسائية في أولمبياد باريس بين فرنسا وكولومبيا، وأتم وبناء عليه. على فكرة الكرة دي اللعبة دي أنا جبتها واتفرجت عليها، مش زي الكرة دي خالص.
الكورتين مش مشابهين، بس انتوا اللي مضللين يا اللي بتقولوا كده. وبناء عليه رأت اللجنة ان قرار محمود وفا سليم 100%، ومحمود عاشور حكم الفيديو هو المخطئ. الله عليكم، الله عليكم. هي دي المعايير ضربة الجزاء عندكم؟ طب انا افاجئكم بكرة اتحسبت من حكامكم برضو ضربة جزاء اهي ماتش الزمالك وانبي. الكرة دي بص ايد الباك فين، واتحسبت ضربة جزاء لنادي الزمالك. شفتوا ان المعايير بتختلف لما بيختلف لون الفانيلا، لون التيشيرت اللي اذلكم كلكم، اللي خليكم قضيتوا 90% من عمركم نايمين ودموعكم على خدكم. ويا عالم عملتوا حاجه سربتوا من منطقه تانية وانتوا نايمين ولا لا؟ يعني كانت الدموع نزلت من العين بس، ولا من مناطق تانية عملتوها على نفسكم وانتوا نايمين؟ من الذل اللي شفتوه طول عمركم من التيشيرت الاحمر. هيفضل كرهكم للتيشيرت الاحمر ده خالد في حياتكم، لان ده كان وكائن وسيكون باذن ربنا. هيفضل النادي الاهلي هيفضل يسقيكم المر ويسقيكم الذل طول عمركم ان شاء الله. هختم الفقره دي عن لجنه الحكام وما من شبهها. باي حد يخالف الضمير ويستعمل ناس ويتهمهم في عقولهم عشان يقول ان الغلط بقى صح والصح غلط. كان في حكيم، راجل حكيم، في كلمه بحبها قوي طول عمري، كان بيقول ايه؟ قوم اذا صفعت بالنعال جباههم تشاكت النعال على اي شيء تصفعه. ودلوقتي مع الفقره السادسه في حلقتنا النهارده، وهي طلبات الاهلي لمن وماذا بعد. الاهلي امبارح قدم مجموعه من الطلبات لاتحاد الكوره، منها انه بيصر على سماع المحادثات اللي دارت بين حكم الفار وحكم الساحه، تعليق العقوبات اللي هي بتاعت المباراه، ان هم بيجهزوا عقوبات للاعيبه الاهلي وخصوصا محمد الشناوي اللي فيه فيديو متركب، وده مش من الشريط الاصلي للمباراه، ان هو بيضرب الحكم الرابع على قفاه. اتمنى ان كان الفيديو ده يبقى صح، هما ما كانوش عايزين يضربوا على قفاهم وبس يعني، لكن فعلا ده فيديو مش صحيح، لان الشناوي لو هيضربه بايديه، لان الشناوي مش اشول. ازاي طلع؟ ما هو اللي ركب غبي، هيركبها الفيديو. الشناوي هيضرب، هو اشول؟ حد فينا لو هو مش اشول يعرف يستعمل ايده اليمين في انه يضرب حد على قفاه؟ بس الجهل مرض. المهم بيجهزوا عقوبات لعيبه الاهلي بيطالب بالتحكيم مع طاقم التحكيم، لان الحكم دفع تريزيجيه في صدره، ضرب تريزيجيه في صدره. شفنا فيديوهات كتير، عمرو السولية الاصيل اللي هو لاعب سيراميكا كليوباترا بيمسك حسين الشحات بيقول له ده شتمني. يعني الحكم شتمه، سواء بقى وفا ولا الحكم الرابع اللي هو قيل ان هو كان اكثر وكذا من الحكم محمود وفا نفسه. فلا، الاهلي بيطالب بالتحقيق مع الاربع حكام دول، تعليق العقوبات، سماع محادثات الفار. ولكن سؤالي، حتى لو ده حصل، ماذا بعد؟ هنعمل ايه؟ كتير من الاهلاويه قالوا ايه، ننسحب وما نكملش. طب ما الاهلي لما انسحب من ماتش واحد السنه اللي فاتت ما خلصش من نفس الاصوات اللي بتقول ننسحب دلوقتي. ما احنا عايزين نلوم الاهلي في اي تصرف. انسحب من المباراه لما كشف سيف المنظومه كلها، الاهلاويه زعلوا. دلوقتي الاهلاويه بيقولوا انسحبوا. طب لو انسحبنا من بقيه مباريات البطوله هتبوظ، وانا عارف انه مش هيقدروا ينزلوا الاهلي وكلهم هيغوروا في داهيه، لكن هل ده يليق؟ هل ده ممكن يحصل؟ التصاعد قادم، مفيش شك، علشان الوقاحه مستمره منهم، التبجح مستمر منهم. واحنا عندنا ماتش يوم السبت مع سموحه. ايه اللي جاي ده في علم ربنا، ولكن كل اللي بنتمناه يا رب انصر المظلوم وهات لنا حقنا من الناس دي. بس لو احنا ملناش حق ما كلناش حاجه، لكن عايزين نشوف عدلك في كل هؤلاء الفسده. امين. ودلوقتي مع اهم فقره في حلقتنا النهارده وهنختم بيها، وهي الدور العظيم لجمهور الاهلي الان. في الحقيقه دي فقره انا مش كاتب لها حاجه، انا واحد من الجمهور، اهلاوي جمهور، بكلم كل الجمهور اللي زيي. ده الوقت اللي ما ينفعش فيه غير الاتحاد. كلنا نتحد، كلنا بنحب الاهلي، ولكن كل واحد من منظوره. تعالوا ننحي خلافاتنا كلنا، وكلنا كاهلاويه ورا النادي، لان احنا لا نملك غير ده دلوقتي. كلنا ورا النادي،
كلنا ورا اي قرار ياخده النادي، اللي متفق مع مجلس الاداره والمختلف، المحب لهؤلاء اللاعبين والغير محب، الموافق على هذا المدرب وغير الموافق. احنا دلوقتي دي منظومه الاهلي، احنا هنبقى فين؟ مع مين؟ هنديهم الفرصه ان هم يدبحوا فينا وجمهور الاهلي يسقف لهم، ولا هنقف كجمهور وكلنا بندعم مجلس ادارتنا، بندعم فريقنا، بندعم اي حد بيرفع رايه النادي الاهلي، وكل هؤلاء الفسد هنقف قدامهم. لازم يعرفوا انتوا جردتوا الاهلي من كل اسلحته الا سلاح الجمهور، مش هتقدروا. اصل انتوا ما تعرفوش منتاليتي جمهور الاهلي. انا اتضايق شويه من موقف، من قرار، لكن اللي جنب الاهلي لا، الا النادي الاهلي في حياتنا. فرجاء من كل اخواتي وحبايبي، لو بيشوفني 10 20 100 200 300 500 ألف، اتمنى ان يشوفني اكتر، اتمنى ان كلنا نتوحد. دلوقتي الاهلي عايز جمهوره اللي بجد يقف وراه. مفيش اي حد هيستخدم السوشيال ميديا الخاصه بتاعته تجريح او اساءه او انتقاد لحد في النادي الاهلي. بلاش الفتره دي، رجاء تعالوا كلنا نتحد، كلنا هنحب الاهلي بمنظور واحد، بندعم وبس. في الفتره دي بندعم مجلس الاداره، بندعم لاعبينا، بندعم فريقنا، بندعم الجهاز الفني اللي كلنا مش مقتنعين بيه، لكن دلوقتي ما عندناش رفاهيه غير ان احنا ندعم وبس. رجاء من كل اخواتي الاهلاويه، يا رب هينصرنا ان شاء الله، وباذن ربنا، واحنا ما رميناش الفوطه، وباذن ربنا برضو الاهلي بطل الدوري ان شاء الله وبتوفيق ربنا. وبكده يا اهلاويه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، الحلقه 91، حلقه يوم الخميس، اخر حلقات الاسبوع. عارف ان هي حلقه كلنا حالتنا النفسيه سيئه، ولكن معلش الاهلي فرحنا عمرنا كله. لو جينا في وقت زعلنا ما فيش مشكله، احنا وراك يا اهلي، زي ما تعملوا زي ما تكون، احنا وراك يا اهلي، وبتوعك وشعبك ودرعك وسيفك، احنا مش ممكن نتخلى عنك يا اهلي يا عظيم. اتمنى يا رب ان الحلقه تنال اعجابكم، تنال احترامكم. لو ده حصل اتمنى ان مفيش اهلاوي يبخل علينا باللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه اتمنى ان هو يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. واتمنى من كل قلبي ان انتوا تشاركوا لنا الحلقه بتاعتنا على كل منصاتكم الرسميه علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده يا رب اتمنى ان هي تكبر والفضل يكون بعد فضل ربنا، الفضل يكون ليكم انتوا يا اهلاويه. يا رب اشوفكم يوم الاحد، ان نكون حال الفريق بقى احسن، نلعب مباراه سموحه، نتقدم خطوه باذن ربنا ان شاء الله. اقابلكم يوم الاحد، تكونوا جميعا من اهل الدنيا، وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه. سلام يا اعظم جمهور في الدنيا، لاعظم نادي في الكون غصب عن الدنيا كلها، اعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ والاوحد في الرياضه المصريه، النادي الاهلي العظيم. سلام. كان معاكم عماد سعد، كبسولة العمر. سلام.